القضية. السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة هو الانبعاث القومي والديني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. بداية لما ميخائيل غورباتشوف أصدر نظرية البيرسترويكا، الشيشان والداغستان والتتار هللوا وفرحوا ويعني استبشروا كثيرا بأنه ستتغير ظروفهم وسوف يستقلوا إلى آخره. لكن المسؤولين الشيوعيين والقادة الشركس في ذاك الوقت في الجمهوريات الثلاثة استقبلوا هذا الموضوع بفتور. والسبب هو لأنهم كانوا نفس هؤلاء القادة عاملين شبكة من الاتصالات مع القيادة السوفيتية، واللي طبعا يتحكم فيها الروس، مستفيدين منها ومحميين منها وشخصيا ومع عائلاتهم وإلى آخره. وأيضا كانوا مدركين لمدى حاجة الجمهوريات الثلاثة إلى الدعم الروسي المستمر من حيث الاقتصاد. سنة 1986 طلعت منظمة اسمها أشاماس تدعو إلى إحياء الثقافة وتدعو إلى إعادة المهجرين. وقال بعض المخبرين اللي كانوا يرافقوه لزاور ناكويف اللي هو أسس هذه الجمعية أنه لا، الحقيقة هو يدعو سرا إلى إعادة توحيد الجمهوريات الثلاثة في جمهورية واحدة تسمى تشيركيسيا، تسمى يعني اسم شركسي آخر. وهذا طبعا ما كان مقبول من السلطات الروسية، لذلك يعني منظمة أشاماس انحطت تحت المراقبة منذ تلك اللحظة. الرئيس كوكوف استطاع في ذلك الوقت أن يحصل على اعتراف من السلطة بمعاناة الشراكسة أثناء الحرب. وقامت بعد ذلك عدة منظمات مثل مجلس العلاقات اللي أبدأ يعني استعداده وأبدأ كثير من الجهد لتوحيد أولا مثلا توحيد اللغة، لأنه ربما الكل ما بيعرف ولكن لازم أذكرها. أثناء الحكم السوفيتي وزارة الثقافة السوفيتية حاولت أن تدق إسفين بين القبرديه وبين القبائل الأخرى، بحيث أنه صار في أسلوبين من الكتابة، واستغلوا الاختلاف البسيط في اللهجة بين الاثنين وحاولوا أنهم يعملوا فروقات بين هذه اللهجة وهذه واللهجة الأخرى كنوع من الإضعاف للغة الشركسية. فكنا نفاجأ الدارسين يعني حكوا لنا أنه أصبح اسم الكلمة في أحد المعاجم الصادر في نالتشيك يختلف عن مثيله في الأدية في مايكوب مثلا. وبعد ذلك منذ عام 1992 لما لاحظت السلطة أنه في بعث قومي وفي ضغط باتجاه الإحياء يعني الشعور القومي لدى الشراكسة، بدأت تضغط عليهم وبدأت الرقابة تشتد. رافق ذلك
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي رافق ذلك التحرك الديني، لأنه وجدوا الناس فيها في انهيار الاتحاد السوفيتي سانحة للعودة إلى ممارسة طقوسهم الدينية وعباداتهم والتحرك كمسلمين خلينا نقول. لكن لم يكن ذلك الحماس بقدر مثلا الحماس الداغستان أو حماس الشيشان، والسبب أيضا مرتبط بالناحية الاقتصادية. لكن أيضا بدأت السلطة تتساهل قليلا في موضوع الإعلام. صدرت صحيفة صوت الدين، وصار هناك في برنامج أسبوعي ديني في التلفزيون. صرنا نشوف مشاهد إسلامية عديدة، مثلا تشكلت 145 جمعية و60 مدرسة دينية ومعهد في نالتشيك يدرس الشريعة الإسلامية. صارت طفرة نشر إسلامية واسعة جدا للكتب والمجلات والمؤلفات الأخرى. كنا نعرف أنه مثلا في هذيك الحقبة أحد المساجد المهمة في نالتشيك كان يرتادوا من 8 إلى 10 أشخاص، وهم كانوا من كبار السن. بحضور عام 2000 صار الرقم ارتفع إلى 50، ونزل معدل السن من إلى 15 إلى 35، يعني صار الشباب هم اللي يحضروا. أيضا صارت هناك يعني ثورة داخلية سببها إنه الممارسات اللي كانوا يمارسوها الآئمة السابقين أثناء فترة الاتحاد السوفيتي كانوا جهلة إلى درجة معيبة، وكثير منهم كانوا يشربوا الخمر ويشربوا بكثرة وفي الاحتفالات، ومش يعني بشكل مخفي، لا، جهارا نهارا. فظهرت طبقة من الشباب اللي درسوا اللغة العربية ودرسوا أصول الدين، ولما صاروا يسمعوا كيف هدول الأئمة الختايرة بيقيموا الصلوات وبيحكوا آيات لا يعرفوا معانيها ولا يقولوها بالشكل الصحيح، صار في خلافات كبيرة بيناتهم. وهذا الكلام أدى إلى يعني نوع من التشدد. أيضا يجب أن لا ننسى أنه كان في تأثيرات خارجية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعدة دول مسلمة بعثت نسخ من المصحف الكريم وبعثت فلوس وبعثت مبشرين. هؤلاء كان لهم تأثير أيضا على نوع من الانبعاث الديني لدى الشباب الشركس في الجمهوريات الثلاثة. هذا ترجم طبعا إلى نوع من السخط على ما يجري، لأنه كانوا يشوفوا مثلا الحرية الدينية هذه يقابلها ارتفاع في معدل الجريمة، ارتفاع في معدل استهلاك الخمور، ارتفاع في استهلاك المخدرات. والذين كانوا ينتجون الخمور هم يعني زعماء الحزب الشيوعي السابقين والحكام الحاليين. فبالتالي ربما يكون هذا يعني أحد الأسباب التي مهدت إلى أحداث نالتشيك اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، والتي تسببت بكل هذا الأذى لشبابنا وأهلنا في القفقاز. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.